يقول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نأتي هنا إلى أقصر سورة في القرآن التي تتكون من سطر ونصف، سورة الكوثر. عدد كلمات هذه السورة 10 كلمات. الآية الأولى منها تتكون من 10 حروف هجائية، والآية الثانية أيضا تتكون من 10 حروف هجائية، والآية الثالثة تتكون من 10 حروف هجائية. أكثر الحروف تكرارا في هذه السورة هو حرف الألف، وقد تكرر أيضا 10 مرات. أما الحروف التي ورد كل منها مرة واحدة هي 10. جميع آيات السورة ختمت بحرف الراء، وترتيب حرف الراء من الحروف الهجائية هو 10. وصور القرآن التي تنتهي بحرف الراء هي 10، آخرها الكوثر. هنا نأتي على حقيقة الرقم 10 في هذه السورة. هو اليوم العاشر من ذي الحجة، فصل لربك وانحر، وهو يوم النحر. سبحان الله، كل هذا في أقصر سورة في القرآن، فما بالكم بالسور الأكبر.